تقديرا لتضحيات بواسل الجيش العربي السوري ولأنهم رجال حومات الديار المدافعون عن أمن الوطن والشعب، قام محافظ مدينة اللاذقية مع وفد مرافق له بزيارة إلى الجرحى من الجيش والقوات المسلحة في المشفى العسكري باللاذقية الذين أصيبوا أثناء قيامهم بأداء واجبهم الوطني. جرحى الجيش ورغم جراحهم التي أصيبوا بها من قبل العصابات الإرهابية المسلحة أكدوا أنهم على العهد باقون وماضون في تقديم الغالي والنفيس في سبيل عزة الوطن، مهنئين في ذات الوقت أبناء جلدتهم من الشعب السوري بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كل عام وانتم بخير، وعيد الله إن شاء الله سوريا بخير والبلد بخير. الله ينصرنا، ينصر هالبلد. كل عام وانتم بخير ان شاء الله، وعيد الجاي ان شاء الله يكون الاحداث خلصت ان شاء الله ويرجع الامن والسلام للبلد، والله يحمي جيشنا والله يخليه. وبعايد كل اصدقائي ورفقاتي بكل المحافظات الجيش العربي السوري وبقول لهم الله يحميكم. بما اني عنصر مقاتل بالجيش العربي السوري بحب اوجه تحيه لافراد الجيش العربي السوري، وبحب اقول لهم ان شاء الله العيد الجاي بتكون سوريا بخير وخالصه من الاوضاع ورجع بلدنا مثل ما كانت واحسن. محافظ مدينة اللاذقية بدوره ومن معه من الوفد كان لهم كلمتهم الموجهة إلى أبطال الجيش العربي السوري ذوي المعنويات العالية. جينا نؤدي شيئا من الواجب تجاه هؤلاء الأبطال وهم حماة الديار الذين يؤدون دورهم النبيل لحماية الوطن، لحماية سوريا، ليحموا سوريا من هؤلاء القتلة، ليحموا بلادهم وأعراضهم وبيوتهم. جئنا لنطمئن عليهم ونرى العزم في عيونهم، ومنهم نستمد القوة والعزيمة نحو مستقبل زاهر إن شاء الله. لنبارك هذه الجهود الطيبة وهذه الدماء الطاهرة التي قدمها جرحانا في الجيش العربي السوري، فالدعاء لهم بالشفاء العاجل والرحمة لأرواح الشهداء، ونقول أننا من قلوب خاشعة مفعمة بحب هذا الوطن وعشق هذا الجيش الأبي العريق الكريم المقدام المقاوم، نقول أننا أصحاب حق. في ذات السياق وضمن تكريم جرحى قواتنا المسلحة، نظمت مجموعة بصمة شباب سوريا زيارة لتفقد أحوال وصحة جرحى القوات المسلحة الباسلة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. مجموعة بصمة شباب سوريا قدمت للجرحى التهاني والهدايا الرمزية كعربون محبة ووفاء لتضحيتهم بأغلى ما يملكون من أجل الحفاظ على أمن الوطن وأبنائه. أول شيء بنحب نقول كل عام وانتم بخير للجيش العربي السوري ولشعب سوريا اللي صمدوا اللي دحر المؤامرة، وإن شاء الله بترجع سوريا مثل ما كانت قوية عزيزة صامدة بوجه الأعداء. واليوم اجينا حتى نعيد على الجرحى بالجيش العربي السوري ونشوفهم نطمن عليهم. نحن جايين نكرم جرحى الجيش ونشكرهم على الشيء اللي قدموه كرمال يدافعوا عننا وعن سوريا. جينا نقول لهم كل عام وانتم بخير لكل الجيش العربي السوري. مناسبة عيد الأضحى المبارك جايين باسم مؤسسة بصمة شباب سوريا نزور الجرحى ونقدم لهم المعايدة، لأنه هن بتضحياتهم وتقديمهم لدمهم انحرموا من وجودهم بالعيد بين أهاليهم، فنحن جايين اليوم ونكون أهلهم ونعيدهم. أول شيء نحن أعضاء مؤسسة بصمة شباب سوريا اجينا اليوم حتى نشارك الجرحى بآلامهم، هن عم يقدموا أرواحهم لحتى نضل نحن وتضل البلد. جينا نعيد معهم وحتى نعبر لهم عن امتناننا لهم وللي عم يعملوه كرمال الوطن. هذا هو الشعب السوري، وها هم أبطال سوريا التي طالما أنجبت هكذا أبطال ستبقى وشعبها بألف خير.